افرش مطبخك قبل ما تشطب. هنتكلم النهارده بالتفصيل ازاي ترتب مطبخك، استغلال الحوائط والاركان، الرخامه ومساحه العمل، تحديد الاجهزه قبل التصميم، ازاي تختار التهويه المناسبه للمطبخ، وهنتكلم كمان عن منطقه الجلوس والبار. اول حاجه وهي ترتيب المطبخ، لازم اكون عارف ايه هي الاجهزه اللي هحطها جوه المطبخ. هجيب غساله اطباق ولا لا؟ غساله الهدوم ليها مكان عندي في الحمام ولا هضطر ان انا احطها في المطبخ؟ البوتاجاز اللي هجيبه هيكون بيلت ان ولا البوتاجاز اللي كلنا عارفينه؟ الميكرويف اللي هجيبه هيكون بيلت ان ولا اللي بيتحط على الرخامة؟ هل هعمل كوفي كورنر ولا لأ؟ هل التلاجة اللي هجيبها هتكون باب واحد ولا بابين؟ الحوض اللي هستخدمه هيكون سمارت ولا عادي، حلة ولا حلتين؟ التلاجة برضو اللي هجيبها ديت هيكون فيها ديسبنسر داخلي ولا هجيب ديسبنسر لوحده؟ لأن التلاجة اللي بيكون فيها ديسبنسر بتحتاج وصلة من الفلتر اللي هجيبه ده هيكون كام مرحلة؟ هل لي مكان تحت الحوض ولا لأ؟ السخان اللي هيغذي المطبخ هيكون تحت الحوض كهرباء فوري ولا هيكون فيه سخان مركزي؟ واخر حاجه ما تنساش مسار الغاز، لانه يوم ما هيخش الغاز عندك هيبوظ لك كل الترتيبات اللي انت عاملها. لازم تكون عامل حساب لمسار الغاز من الاول، لان يوم ما هيخش الغاز وانت مش عامل حسابك هتضطر ان انت تلغي وحدات كتير وتقطع وحدات علشان توصله جوه المطبخ. تاني حاجه وهي استغلال الحوائط والارض. استغل الحوائط اللي غالبا بتضيع، ركب رفوف مفتوحه للحاجات اللي بتستخدمها كل يوم زي التوابل والكوبايات، واستخدم حوامل معلقه للاواني بدل ما تاخد منك مساحه في المطبخ. في زاوية المطبخ ركب دولاب دوار يسهل الوصول لكل حاجة. تالت حاجة الكاونتر بتاع المطبخ ومساحة العمل. الكاونتر بتاع المطبخ لازم يتصنع من مادة غير مسامية زي الجرانيت والكوارتز أو الكوري. الخامات دي ما بتشربش أي سوائل، وكمان ما بتحتفظش بأي بكتيريا، وكمان سهلة في التنظيف، وكمان قوية وعملية. بس خلي بالك إن بعض أنواع الكوريان أو الكوارتز بيبقوا سهل الخدش، وبنضطر إن احنا نعمل له طبقة حماية من النت. رابع حاجة وهي التهوية للمطبخ. التهوية للمطبخ ضرورية ومهمة جدا. مش عايزين نعتمد على تهوية الشباك بس، لازم نساعد معاه بشفاط يركب على الشباك بمقاس مناسب. لو الإمكانيات مساعدة شوية ممكن نساعد معاه وهود يركب فوق البوتاجاز، ونكون عاملين حسابنا في المدخنة بتاعته. بس خلي بالك لو مطبخك أمريكان لازم تكون عامل حساب شفاط يركب تحت الجبس بجد. والمطبخ الأمريكان دوت هنتكلم عنه في فيديو منفصل، وهنقول ايه هي التريكات اللي هتعملها علشان ريحة المطبخ ما تمسكش في العفش بتاعك. آخر حاجة وهي منطقة الجلوس أو البار. لو مساحة في المطبخ تسمح ممكن تعمل منطقة جلوس صغيرة أو بار للأكلات الخفيفة، ده هيسهل على ست البيت كتير في تحضير الأكل أو شرب القهوة. المنطقة دي بتخليها تقعد وتشرب شاي أو قهوة وهي بتطبخ أو مستنية الأكل يخلص، وكمان بتسهل تقديم الأكلات السريعة، وبتخلي أي ضيوف أو أولاد حوالين المطبخ قريبين منها وهي شغالة. وده غير إن هي بتستغل المساحة بشكل عملي جدا بدل ما بتضيع، وبتخلي المطبخ عملي وجذاب في نفس الوقت. وبكده تكونوا عرفتوا أهم نصايح المطبخ واستغلال المساحات بطريقة عملية وسهلة. لو عندكم أي سؤال أو محتاجين تصميم خاص سيبوا تعليق وأنا هرد عليكم بنفسي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، واستنوني في فيديوهات جاية أقوى.